السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كده وركزوا معايا، هنقول كلام مهم جدا في الفيديو ده. اول حاجة تعملوها دلوقتي حالا وانتوا بتسمعوني، تنسوا وتحذفوا من دماغكم تماما اي وصفة للجلاش والكنافة كنتوا بتعملوها قبل كده. حتى لو شاطرين فيها ومميزين وبتعملوها بطريقة حلوة، انسوها خالص وجربوا الطريقة بتاعتنا كده النهاردة. انسوا بقى المدلعة، وانسوا الكنافة بالمانجا، وانسوا الجلاش بأي طريقة تانية غير الطريقة اللي هنقولها النهاردة. هنعمل ميكس كده من الجلاش والكنافة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. اللون والطبقات والشكل تحفة جدا، والطعم كمان خطير. لما تجربوه هتدمنوه، هتبقي مميزة جدا جدا في رمضان لو عملتي الوصفة دي في أي عزومة. عندك حماتك، عندك أي حد من العيلة، عندك حد غريب، أساسي معاكي الوصفة دي في رمضان. هتشوفي رد فعلهم هيبقى ايه لما تعمليها ويدوقوها من ايدك. كل اللي هنحتاجه لوصفتنا نص كيلو كنافة ولفة جلاش تكون طازة، واساسي معانا كارت يكون كده بتاع خط موبايل قديم عندك نضفيه وهاتيه. هنحتاجه جدا جدا، واحنا شغالين هتعرفي هنحتاجه في ايه. بس قبل ما نبتدي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة بإذن الله. هنسمي الله ويلا نشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه. اول حاجة هنجيب محضرة الطعام او الكبة او حتى الخلاط بتاعك، بس اتأكدي ان هو ناشف تماما. بعد كده معايا نص كيلو من الكنافة، جبته من امبارح ودخلته الفريزر عشان انا عايزة الكنافة بتاعتي متجمدة. ما ينفعش خالص تعمليها والكنافة طرية، مش هتديكي نتيجة حلوة. هنحطها في الفريزر قبلها بيوم، وتطلعيها بقى تحطيها في الكبة بتاعتك، وهاخدها بقى هفرمها فرم خشن مش ناعم، يعني مش زي الدقيق. لا، هخليها خشنة شوية، لان بعد ما افرمها هضيف اضافات وهنرجع نفرمها تاني. فخدي بالك من الخطوة دي كويس جدا، ما تنعميش الكنافة قوي زي الدقيق. عايزينها ايه يعني تتكسر وتبقى ايه حتت صغيره خالص كده بالشكل اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. بعد ما ضربتها بقى ضرب خشن كده زي ما انتوا شايفين، مش ناعم قوي، هنبتدي بقى نضيف عليها الاضافات بتاعتنا. واوعي تستغني عن السكر اللي هنضيفه دلوقتي، هقول لك ليه. اول حاجه ضفنا عليها معلقتين كبار من السكر، انا ضفت هنا سكر حبيبات. عندك سكر بودره مفيش مشكله. في ناس بتقول نشيل معلقتين السكر دول عشان الكنافه ما تبقاش مسكره قوي واحنا بناكلها. المعلقتين السكر دول ما بيأثروش خالص في طعم الكنافة، ما بيزودوش طعم السكر فيها. السكر هنا وظيفته ان لما يدخل مع الكنافة الفرن يسيح كده ويمسكها في بعضها، ما تبقاش مفتفتة قوي. يعني ولا بيزود طعم السكر ولا اي حاجة. فمعلقتين السكر دول اساسي جدا. بعد كده هنضيف كمان 3 معالق كبار من السمنة، ونرجع نضرب الكنافة كمان ضربة ووريكم شكلها. وده شكلها بعد ما ضربتها بالسكر والسمنة، تحس ان هي بقت مبلولة كده شوية، الكنافة كلها اتغلفت بكل السمنة وبقت حلوة جدا. والطريقة دي اسهل بكتير من انك تحطيها في طبق وتقعدي تعمليها بايدك لحد ما تغلفيها بالسمنة. ففي الخلاط او الكبة اسرع واحسن. دلوقتي بقى معايا الصاج بتاع الفرن ده مقاسه 30 في 40، مناسب جدا للكمية اللي هنعملها النهاردة. دهنته بالسمنة كويس جدا، وهنزل فيه الكنافة اللي ضربناها بالسمنة والسكر في الكبة. هوزع الكنافة كويس جدا واسويها على قد ما اقدر، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وكمان اضغطيها كويس جدا بايدك، يعني انا هشيل المعلقة دلوقتي وهبتدي اسويها واضغطها بايدي كويس جدا، عشان لما اجي اقطع في الاخر بعد ان شاء الله ما تستوي، ما تبقاش طبقة مفتفتة وتبقى متماسكة كده وتطلع قطع سليمة، ما تتكسرش وانا بقطعها. الخطوة دي مهمة جدا جدا، لازم تساوي الكنافة وتضغطيها كويس جدا. ان شاء الله تجيبي صينية اصغر من اللي انت حاطة فيها دي وتضغطي. بعد ما سويتها كويس جدا وضغطتها زي ما انتوا شايفين، وبقت طبقة كده متماسكة، يعني قبل ما تستوي هي بقت متماسكة كده وماسكة في بعضها. يعني استحالة تتفتفت منك وانتي بتقطعيها بإذن الله. جبت بقى بقية الكنافة، بقية السمنة بتاعة الكنافة سيحتها على النار. وهجيب بقى الفرشة وهبتدي بالفرشة أنقط كده السمنة فوق الكنافة، أوزعها كويس جدا عشان ما تبقاش حتة فيها سمنة كتير وحتة فيها سمنة قليلة. كلنا عارفين طبعا إن الكنافة بتحتاج سمنة كتير شوية، هي اللي بتخلي طعمها حلو. كل ما تزودي سمنه بتخلي طعمها حلو، بس طبعا هنا انا ما زودتش قوي، انا برضو حطيت حوالي 3 معالق كبار من السمنه. حطينا 3 في الاول ودول كمان 3، يعني 6 معالق كبار من السمنه اللي استعملتهم للكنافه. وكانت طعمها تحفه جدا، يعني مش ناقصها اي حاجه. طعمها جميل ومش دسمه. وهتجربوه دلوقتي بقى. هنبتدي نحشي الحشوه اللي هنحطها بين الكنافه والجلاش. الحشوه دي على حسب ذوقك، او على حسب ما بتحبي، او حتى على حسب المتوفر عندك. انا متوفر عندي هنا سوداني وجوز الهند. خدت السوداني وضربته ضربه كده في الكبه، يعني بقى مجروش كده. وحطيت عليه جوز الهند، وجبت له معلقتين كبار من الشربات اللي انا محضراه للجلاش والكنافه.
وهاقلّبه كويس جدًا، وهافرده بقى على الكنافة، أحط منه طبقة كويسة كده على الكنافة. أنا باحب أحط الشربات على الحشوة قبل أمّا أفردها، عشان تبقى متماسكة وما تبقاش مفتفتة، واللي ييجي ياكل الحشوة كده ما تُقعش، وتلاقي نفسِك بتاكلي القطعة فاضية من غير أي مكسرات جواها. الحشوات دي بقى تقدري تغيّري فيها، حطي أي مكسرات، حطي زبيب، عايزة تحطي طبقة كاستر، طبقة مهلبية، طبقة قشطة كدابة، براحتك خالص. الحشوة دي على حسب ما بتحبي. هاوزّعها كويس جدًا ونكمّل. هاسيب بقى الصاج على جنب، هابتدي أحضّر السمنة اللي هادهن بيها طبقات الجلاش. السمنة بتاعة الجلاش بنزوّد لها نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بيخلّيه مورّق كده ومنفوش وعالي زي ما شفتوه معايا في أول الفيديو. ما بيسمحش خالص للجلاش إن هو يتعجن ولا يمسك في بعضه ولا تبقى طبقة مضغوطة. لمّا تحطّي بيكنج باودر الجلاش بيفضل منفوش كده ومحافظ على شكله اللي شفتوه معايا في أول الفيديو. هاقلّب كويس جدًا وبعدين نكمّل نشوف هنعمل إيه. قلّبت بقى السمنة كويس جدًا، دوّبت فيها البيكنج باودر. بعد كده جِبت بقى لفة الجلاش. لفة الجلاش هنا لازم تبقى طازة عشان لمّا نيجي نقطّع ما تتكسّرش وتتفتفت وتدّيكِ الشكل اللي شُفتيه معايا في أول الفيديو. مهم جدًا هاتي جلاش من مكان تكوني واثقة إن هو بيجيب يوم بيوم، يعني حاجته طازة. ويُستحسن كمان الجلاش بتاع الأفران أو بتاع الراجل اللي بيبيع كنافة بيبيع جلاش. الجلاش بتاع الشركات بيبقى رقيق أوي، بتبقى الورقة خفيفة جدًا، جدًا، فيا دوب أول ما بتتعرّض للهوا بتنشف على طول. لكن الجلاش اللي أنا باستعمله ده بتاع اللي أنا باجيبه من عند بتاع الكنافة، بصراحة بتبقى الورقة تخينة شوية زي ما أنتم شايفينها كده، فبتدّيكِ سُمك وبتفضل طرية معاكِ حتى لو اتعرّضت للهوا شوية ما بتنشفش بسرعة. فهاتي جلاش من مكان تكوني متأكدة إن الجلاش بتاعه كويس، عشان التقطيع في الآخر بتفرق معانا جدًا في الشكل. هارُص بقى طبقات الجلاش كده ورقة، ورقة، وهادهن بالسمنة اللي أنا حاطة لها بيكنج باودر. هيفرق معانا جدًا في الطعم وفي الشكل في الآخر وإحنا بنقطّع. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ولسه ما حطيتوليش لايك فضلًا وليس أمرًا حطّوا لايك واعملوا لي كومنت وقولوا لي إيه رأيكم في الوصفة بتاعتي النهارده. لو لسه مش مشتركين اشتركوا قبل ما الفيديو يخلص عشان ما تنسوش، وأهم حاجة تفعّلوا زر الجرس عشان ييجي لكم إشعار بالوصفات الجديدة وتقدروا تشوفوها. وبإذن الله هنعمل وصفات حلوة كتير جدًا، حلو وحادق لرمضان وعزوماته، وإن شاء الله هتعجبكم كلها. هاخلّص بقى كل لفة الجلاش كده بنفس الشكل، وزي ما أنتم شايفين الورق معايا ما شاء الله طري وحلو جدًا. أنا باحب الجلاش اللي هو بيبقى فيه سُمك ده، ما باحبش الرقيق أوي. بيفرق معانا جدًا في الطعم وفي الشكل وفي التقطيع، وفي إن أنتِ كمان تشتغلي براحتك ما ينشفش. فبتبقى فعلًا الجلاش اللي هو السميك ده بيبقى أحلى كتير من الرقيق. هاخلّص كل الطبقات بنفس الطريقة، وآخر طبقة معايا اللي على الوش لازم ندهنها كويس جدًا عشان دي اللي بتبقى بقى واخدة اللون الحلو. فلازم تدهنيها كويس جدًا، جدًا، وتكتّري فيها السمنة عشان تدّيكِ لون حلو في الآخر. هنيجي بقى لأهم جزء في الفيديو بتاعنا واللي كلكم مستنيينه وعايزين تعرفوا الكارت هنعمل بيه إيه. الكارت هنستخدمه في تقطيع صينية الجلاش، هيدّيكِ مقاسات مضبوطة، شكل حلو جدًا زي ما شفتوا معايا في أول الفيديو. مقاساته زي البقلاوة والجلاش اللي إحنا بنشتريهم جاهزين من برّه. لو قستِ المقاسات دي بالمسطرة وحددتِ بالمسطرة عمرِك ما هتطلّعي الشكل مضبوط زي الكارت. صدقوني عن تجربة جرّبت كذا مرّة بالمسطرة عمرها ما ضبطت الضبطة دي. بالكارت هيدّيكِ مقاسات مضبوطة جدًا، شكل حلو جدًا. التقطيع كمان بيفرق في اللون اللي الصينية بتاخده في الفرن. كل أمّا تقطّعي تقطيع أحسن هتلاقي اللون موحّد في الفرن، مش حتّة غامقة وحتّة فاتحة. جرّبوها إن شاء الله هتعجبكم جدًا. مش لازم كارت بتاع موبايل، أي كارت. أي كارت فيزا، أي كارت عندكم، أي حاجة شبه الكارت كده قطّعوا بيها تدّيكم نفس المقاسات ونفس الشكل وتقطيع مضبوط ولون تحفة في الفرن. جرّبوه بإذن الله هيعجبكم، وهتعرفوا إن أنا مش باقول أي كلام. جرّبوا الطريقة دي زي ما هي ونفس الترتيب نفس الخطوات، هتلاقوها فرقت جدًا معاكم في الشكل والطعم واللون كمان. بعد ما قطّعت الصينية كلّها في جنب معايا اللي هو آخر جنب كده بيبقى مقاسه أكبر شوية من القطع اللي أنتِ مقطّعاها التانية. هنعمل إيه، هنقطّعه مربعات عادي وكل مربع هنقسمه مثلثين، برضه بيبقى شكله حلو جدًا وبياخد لون حلو جدًا في الفرن. هاقطّع بقى زي ما أنتم شايفين كده بنفس الطريقة، وطبعًا أنا دلوقتي مشغّلة الفرن عشان يسخن. هادخّل الصينية دي على فرن سخن على أعلى درجة حرارة. أول ما أحس إن هي خدت لون من الجناب هاطفي من تحت واشغّل لها الشواية وافضل متابعاها لحد أمّا توصل للون الحلو اللي أنا عايزاه من فوق. ما تغمقيش أوي وبرضه ما تطلّعيهاش بدري أوي تبقى فاتحة أوي ما لهاش لون. يعني اللون الدهبي الحلو كده بتاع الحلويات هو ده اللون
ده شكل الصاج بتاعي اول ما خرج من الفرن سخن مولع، ما بسيبوش يبرد ولا حتى يهدى. بنطلعه على طول سخن من الفرن، ونجيب الشربات ساقع متلج من التلاجة. الشربات طبعا ببقى عاملاه قبل ما ابتدي اصلا في الصينية، وادخله التلاجة عشان يسقع جدا. اول ما الصينية تخرج سخنة بنجيب بقى الشربات وهو ساقع. بس خدي بالك هنا في حاجة مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها، ان الجلاش ده تحتيه كنافة. يعني لازم تتحكمي في كمية الشربات اللي هتنزليها زي ما انت شايفة كده. ما ينفعش ندلق شربات كتير لان الكنافة هتشربه كله. فخدي بالك ما تحطيش شربات كتير، زي ما انت شايفة كده بنفس الطريقة تنزلي شربات حبة صغيرين، على اساس ان الجلاش هياخد كفايته والباقي هينزل للكنافة تحت. لكن لو جلاش لوحده بندلق وبعدين نصفي الشربات الزيادة، فمش هينفع هنا تعملي كده. بالنسبة بقى للشربات، هقول لكم على طريقة شربات حلوة جدا تنفع معاكي في كل الحلويات في رمضان. كنافة، بسبوسة، جلاش، قطايف، زلابية، بلح الشام. هنعمل طريقة شربات حلوة جدا هي اللي انا عاملاه دلوقتي ده، بس هنعمله في فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم. اهم حاجة تكونوا اشتركتوا وفعلتوا زر الجرس عشان بإذن الله توصلكم وصفة الشربات وتقدروا تعملوها قبل رمضان. اعملوا كمية كبيرة وشيلوها في التلاجة، استخدموه طول رمضان هيريحكم كتير جدا من ان انت كل ما تيجي تعملي حلويات تعملي الشربات بتاعها. دلوقتي بقى بعد ما الصينية كده بردت وشربت الشربات، هنزين بقى بأي حاجة عندك. سبرينكلز، عندك مثلا فستق كداب، عندك سوداني، اي حاجة ملونة بس كده تديكي شكل للصينية بتاعتك. مش عايزة تزيني خلاص، هي الصينية مش محتاجة تزيين، شكلها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اللون تحفة، التقطيع مظبوط جدا. مش هتقدري تظبطي التقطيع بالطريقة دي لو استخدمتي حتى المسطرة. اكيد هتطلع واحده معوجه، واحده كبيره، واحده صغيره. فالتقطيع بالكارت احسن حاجه، جربوه وهتشوفوا نفسكم بنفسكم الفرق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو كده منكم هيفرق معايا، واشتركوا وفعلوا زر الجرس قبل ما تخرجوا من الفيديو. تعالوا بقى نطلع كام قطعة كده ونشوف العظمة والجمال اللي احنا عملناه ده اخباره ايه، والكنافة اخبارها ايه، والشكل والطبقات واللون وكل حاجة مظبوطة ظابطة، مش قادرة اوصف لكم. ما شاء الله الصينية تحفة جدا. بصوا بقى وانا بشيل كده القطعة الكنافة من تحت قطعة سليمة عشان احنا ضغطناها كويس جدا. الضغط بقى هيفرق دلوقتي. لو ما ضغطتهاش هتلاقيها متفتفتة كده وسايبة، عمرها ما هتطلع معاكي قطعة سليمة كده زي ما انت شايفاها. خدي بالك من الحاجات اللي احنا قلناها جوه الفيديو، اسمعيها كلها ونفذيها. هتعملي بإذن الله أحلى حاجة حلوة في الدنيا. ممكن كمان لو عملتي الصينية دي في أي عزومة ما تقوليش إن انت عاملاها في البيت، وشوفي رد فعلهم ايه. هيسألوك انت جايباها منين وبكام، وهيبقوا عايزين يجيبوا زيها. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وصفتنا خلصت النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. بصوا بس هوريكم قطعة الكنافة من تحت ان هي مستوية واخدة لون حلو جدا، متماسكة مش مفتفتة. وصفة بجد وهمية، جربوها بإذن الله هتعجبكم. لو عملتوها هتبقوا مميزين جدا وهتبقوا شاطرين جدا في رمضان. وإن شاء الله هننزل وصفات تانية كتير أحلى وأحلى، انتظروني. أهم حاجة زي ما قلت لكم ادعموني بلايك وشير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله توصلكم كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة. ورأيكم يهمني جدا، سيبولي رأيكم في الكومنتات، الوصفة عجبتكم ولا لا. دلوقتي بقى هسيبكم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع ألف سلامة.